تعالوا بقى نعمله العيش الشامي في البيت، بس بقى بطريقة كده بسيطة وسهلة ومن غير فرن، وهتعمليه على البوتاجاز من فوق وهيطلع معاكي. بصوا يعني مفيش اسهل من كده، مكوناته كلها بسيطة وبجد بجد هيطلع معاكي احلى ما بتشتريه من بره. انتوا عارفين العيش طبعا بقى غالي بره، فاحنا ممكن نوفر ونعمل كل حاجة بايدينا في البيت. اول حاجة هجيب نص كيلو دقيق وهحطه كده في قلب البولة اللي هشتغل بيها، وهحط معلقة خميرة فورية، معلقة سكر، ورشة ملح. اهم حاجة الخميرة الفورية تكوني متأكدة منها قبل ما تشتغلي، اللي هي هتتفاعل معاكي. هبدأ احط كوباية مية، وهسيب برضو كوباية على جنب وانا بعجن. هحط معلقة معلقة لغاية لما استكفى بمقدار المية اللي هيحتاجه الدقيق. وانا بعجن كده احتجت معلقة، حطيت معلقة، وهبدأ اقلب في العجينة تاني كده بايديا، هعجنها كويس قوي. وهبدأ برضو احط معلقة كمان، هي احتاجت معايا مية الصراحة، بس كل دي بيختلف بقى عن التاني، طبعا انتوا عارفين الموضوع دوت. فبتخلي كوبايه الميه جنبك عشان تشتغلي بيها معلقه معلقه كده لغايه لما تعجني العجينه وتطلع معاكي بنفس الشكل. تحسي العجينه كده ايه يعني حلوه كده وما بتلزقش في ايديكي. خلاص كده هي العجينه كده بقت زي الفل. هحطها بقى في البوله واسيبها تخمر معايا حسب درجة حرارة الجو اللي احنا فيه. لو في الصيف هتخمر معاكي بسرعة، لو في الشتاء طبعا هتغيب معاكي. كلنا عارفين برضو ايه ان الخميرة بتغيب معانا في الشتاء شوية. بس هجيب بقى العجينة وهرش كده صينية فيها رشة دقيق، وهبدأ اكور العجينة بنفس الطريقة قد البرتقانية كده الصغيرة. وهبدأ كده ايه اسويها واحطها عشان لما اجي افردها تبقى كلها متساوية وتطلع معايا الرغيف كله مقاس واحد. واهم حاجة برضو ممكن لو مش عارفة تطلعي المقاس بتاع العيش بنفس الطريقة دي، ممكن على الميزان وتحطي كل كورة تبقى قد التانية لغاية لما تخلصي معاكي العجينة. بس هبدأ بقى كده ايه اعمل كده الكور دي كلها، وهغطيها واسيبها ترتاح معايا لمدة 10 دقايق. ولما اجي اشتغل بيها تاني هبدأ من عند اول واحدة انا كورتها. طبعا انا هبقى معلمة الصينية عند اول واحدة وهبقى عارفة انا اشتغلت ازاي. بس هسيبها بقى ترتاح 10 دقايق بس، وبعد كده ابدأ بقى ارش الرخامة بتاعتي تكون نضيفة، وهبدأ ارشها كده رشة دقيق ورشة، واحط كرة العجينة ورشة دقيق على العجينة من فوق. هفردها كده بالراحة خالص بالنشابة بتاعتي، ما بدوس على العجينه خالص. يعني بص انا بدوس دوسه بسيطه خالص اللي انا بفرد بيها. وطبعا عند كل فرده بحاول الف العجينه معايا الرغيف عشان خاطر يعني يسهل عليا الفرد بتاعه. بس هبدا بقى اسويه كده، وهبدا احطه في صينيه مرشوشه برضو برشه دقيق كده بسيطه. بس هحط فوطه فوق الصينيه وارشها بالدقيق عشان لما اجي اطلع العيش ما طلعوش باطراف صوابعي ويتقطع معايا ومش هيبقى حلو. لا، هحط فوطه بتاعه مطبخ تكون نضيفه وهرشها رشه دقيق، وهحط الرغيف عليها بحيث ان انا ما اطلع الرغيف يطلع معايا بكل سهوله من على الفوطه بتاعه المطبخ. بس وهبدأ بقى كده ايه هعجن العجينة كلها وهفردها بنفس الطريقة واسيبها تخمر معايا لمدة كده 8 دقايق كده، هسيبها على جنب. وبعد كده هجيب بقى صينية. بصوا ممكن صينية ألمونيا زي ما انا مستعملاها كده. الصينية الصراحة طلعت ممتازة معايا، سوت لي العيش في منتهى البساطة وخليتولي بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي. عندك طاسة تيفال او صينية تيفال ماشي برضو اشتغلي بيها. اهم حاجة تكون ما بتلزقش معاكي وتطلع لك السوا كل واحد وما تحرقش العيش بتاعك. انا الصراحه الالمونيا يعني افيدكم بيه ان انتوا تشتغلوا بيه في الوصفه. بس بيطلع معايا العيش كله بنفس الطريقه. والله العظيم 3 العيش كله مفيش ولا واحد ما نفخش معايا، وطلع جميل ومورق واحلى ما بتشتريه من بره. وممكن تعجني العجينه دي برضو بلبن، ولو مش عايزه تعجنيها بميه تزودي من القيمه الغذائيه بتاعتها. بس انا حبيت اسهل الموضوع وازود اعملها بالميه واوريكم النتيجه بتاعتها بتطلع ازاي. بصوا العيش بقى انا بدوس عليه بالراحه خالص من الجناب عشان يبدا يقب معايا من جميع الاتجاهات ويستوى معايا، ما تبقاش في حاجه نايمه فيه خالص. بس هو كده ايه بدا يستوى معايا، هبدا اطلعه بقى واحطه في صينيه يتهوى معايا كده على جنب. وبعد كده تقدري تخزنيه بعد ما بيبرد خالص، بتحطيه في كيس وتحطيه في الفريزر وتعملي منه سندوتشات. ينفع بقى سندوتشات للمدارس، ممكن للعشاء، ممكن للفطار الصبح. الصراحة وصفته سهلة وبسيطة ومش هتحتاجي تجيبيه من بره تاني نهائي. بصوا بوريكم برضو واحد كمان اهو بدأ يتنفخ معايا، مفيش ولا واحد ما اتنفخش. كل العجينة معايا اتنفخت لان انا سبتها ترتاح 8 دقايق بعد ما فردتها
قبل ما اسويها على النار. بس ولا هتحتاجي للفرن ولا لاي حاجه، هي سهله وبسيطه وما فيهاش اي حاجه، وصفه بجد في منتهى الجمال. بصوا العيش عامل ازاي، طري قوي زي ما بتجيبيه من بره بالظبط، وكمان مورق من جوه كده، بتفتحيه بيتفتح معاكي بكل سهوله، تقدري تعملي سندوتشات المدارس وتستغني عن العيش الفينو. لايك وشير كتير قوي للفيديو لو عجبكم الفيديو.